الأستاذة أسماء سقوط، نائبة المنسق الجهوي للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بمديرية عين الشق. نحن اليوم في إطار وقفة نضالية من المحطات النضالية اللي خدتها هذه التنسيقية الجديدة، التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم. إذا البرنامج النضالي اللي سطرناه هذه 15 يوم، واللي كنا تنتمناو أن هذه الوقفة هذه ما تكونش، يعني 15 يوم علمنا بان غادي تكون وقفه واحده امام الاكاديميه، فكان كافيه تنظن للحكومه انها تعقد واحد القنوات ديال التواصل بيناتنا، ويعني وتستمع لنبض الشغيله التعليميه اللي هي التنسيقيات. فللاسف او للاسف عفوا تلقاو ان اليوم كاين قطع لهذه القنوات ديال التواصل، لان الحكومه كما قلت تزيد في التعنت ديالها من خلال كما تلاحظوا من خلال الخرجات الاعلاميه ديال الغير محسوبه لبعض ممثلي الحكومه، بلا ما نذكر الاسماء، ولكن ممثلي الحكومه اولا لا يمثلون قطاع التعليم ولا يفقهون شيئا في قطاع التعليم، ومع ذلك كل من هب ودب تيجي يتكلم على التعليم وتيحسب راسه انه يقدر يحل المشاكل ديال التعليم. وكذلك هاد يعني تردوا كذلك حتى من خلال هذه الوقفه هذه على التصريحات ديال المدير الاكاديميه اللي تيقول بان احنا 30% أو 30% من المدربين في جهة الدار البيضاء الكبرى. في نظركم هذا الحشد الجماهيري واش تيمثل فقط 30%؟ هذا راه فيض من غيث، هذا راه أقلية قليلة جدا، لأن كاين بعض المؤسسات عندنا تمثيلية فقط لبعض المؤسسات، ما كاينش يعني كان لأن يعني عارفين الموقع ديال الأكاديمية فما بغيناش نديروا عرقلة ديال السير، فكانت تعطات الفرصة للأساتذة كلهم أنهم يجيو، راه فريمون غادي تسد تنظن هذا الشارع هذا كامل. لا أهتم شخصيا، لا أهتم سوى بتصريحات وزير التربية الوطنية السيد شكيب بن موسى. السيد وهبي له كل احترام، من حقه أن يعبر عن نفسه، ولكن يعني نخبره أننا نحن لا أحد يزايد علينا في استقرار هذا البلد، ولا أحد يزايد علينا في الوطنية. هو يعني يلتزم بما اتفق عليه مع أحزاب الأغلبية الحكومية، هذا حقه، ولكن نحن رسالتنا واضحة، يعني نريد أن نتحاور مع الوزارة المعنية، وهذه لغة التهديد يعني لا تنفع. يعني بعض الخرجات يعني ترجع إلى يعني السبعينات والثمانينات، يعني مصطلحات بالية ومتقادمة لم يعد لها أي دور، متجاوزة في الزمن السياسي. يعني نحن كلنا مع الاستقرار ومع عودة التلميذ، لكن مع ضمان كرامة الأستاذ أولا وأخيرا.